السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين، وعيد اضحى سعيد عليكم وعلينا وعلى الامة الاسلامية جميعا. النهاردة هقول لكم على طريقتي في الفتة، واقول لكم على كام تريكة كده تخلي الشوربة معاكم تحفة، والرز يطلع مفلفل وما يعجنش. وطبعا كل واحد بيعملها حسب نوع اللحمة اللي هو بيحبها، اذا كانت ضاني او شمبري. وبستغرب طبعا ان في ناس ما بتحبش اللحمة الضاني او بتحب ريحتها، على الرغم من ان هي بتبقى رائعة يعني وممتازة، بس طبعا دي اذواق. ودايما عندنا في مصر خلاف ما بين محافظة اسكندرية والقاهرة على طريقة تقديم الفتة. الاسكندرانية بيحبوها بالخل والثوم، وفي القاهرة بيحبوها بالصلصة. النهاردة أنا عملت ميكس ما بين الصلصة والخل والثوم، بجد طلعت خطيرة. يا ريت الاسكندرانية بقى يجربوها ويقولوا لي رأيهم. أول حاجة هعملها هي الشوربة. بحل على النار، هضيف معلقتين من السمنة البلدي، وأول ما السمنة تسيح وتسخن هضيف كام فص من المستكة. هضيف كمان حوالي 4 فصوص من الحبهان، بس أنا ما كانش عندي حبهان حصى، كان عندي حبهان مطحون. وابدأ احمرهم مع بعض شوية كده لحد ما ريحة المستكة مع الحبهان تطلع. مش قادرة اقول لكم، الريحة خطيرة بجد. بعد كده بنزل باللحمة. انا عملتها النهارده بالموزه، بس طبعا لما بتتعمل باللحمه الضاني او اي لحمه معاها عظم بتبقى الشوربه دسمه اكتر وطعمها احلى. بعد كده بشوح اللحمه كويس على الجنبين لحد ما تاخد اللون البني وتبقى كلها لون واحد. وبقلبها طبعا من وقت للتاني لحد ما اتاكد ان مفيش دم فيها خالص وكلها اخدت لون كويس. والتركة دي بتخلي الشوربة تحفة، ريحتها حلوة وطعمها جميل جدا. غير ان اللحمة طبعا التشويحة اللي بتاخدها في الاول مع المستكة والحبهان والسمنة البلدي بتخلي طعمها خطير. بعد كده بضيف رشة من الفلفل الاسود، وبضيف المية دي طبعا مية سخنة مغلية. ببدأ اشيل الريم اللي بيظهر برضو، يعني بيظهر ريم بسيط كده، طبعا بشيله كله لحد ما اتاكد ان الشوربه عندي بقت صافيه. بعد كده بضيف البصل وبضيف حبايه من الطماطم الواحده صحيحه. هي بتدي طعم حلو وما بتاثرش خالص على الشوربه. هغطيها واسيبها تستوي، وهجهز الخل والثوم والصلصه في حله على النار. هضيف معلقه من السمنه البلدي، وهضيف حوالي معلقتين من الثوم المفروم، واحمرهم مع بعض كويس، وهضيف لهم كوبايه من الخل. هضيف عليهم رشه صغيره من الملح والفلفل. تمام. هسيبهم يغلوا مع بعض شويه، وبعد كده هشيل مغرفه على جنب هضيفها على الشوربه اللي انا هحطها على العيش. طب باقي الخل والثوم هعمل فيه ايه؟ هضيف عليه كوبايه من عصير الطماطم، دي طماطم فريش. هقلبهم كويس مع بعض، وهضيف عليهم مغرفتين شوربه. وبكده الصلصه بالخل والثوم جهزت عندي. تمام كده جهزت، طفيت عليها، وكمان الشوربه جهزت. نيجي للمكون التالت في الفتة، وهو العيش. ممكن نستخدم عيش ناشف او عيش طري، بس العيش الطري احنا بنحتاج ان احنا ندخله الفرن يتحمص الاول شوية. لكن انا في جميع الاحوال لو استخدمت عيش ناشف او طري بحب احمص العيش مع شوية سمنة بلدي وملح وفلفل. طبعا المتحمص جاهز ده مش هياخد وقت خالص، يعني هي تشويحة خفيفة كده مع رشة ملح وفلفل بتدي طعم خطير للعيش. ولو مش متوفر عندنا عيش ناشف بنستخدم العيش الطري وبنعمله بنفس الطريقة، بس طبعا بياخد مننا وقت شوية عشان يتحمر. بعد كده هجهز الرز، معلقتين من السمنة، 4 فصوص من المستكة، ورقتين لوري، وابدأ اقلبهم كويس لحد ما المستكة تسيح والريحة بتاعتها تطلع. بعد كده بضيف الرز ده مغسول ومتصفي كويس جدا. اهم حاجة ما يكونش فيه ولا نقطة مية. بعد كده هشوح الرز كويس قوي مع السمنه والمستكه، ومش قادره اقول لكم ريحته حلوه قد ايه. وهضيف عليه الشوربه واظبط الملح بتاعه. انا بس هنا نقلت الرز في الرايس كوكر، ما سويتش في نفس الحله. ودي الشوربه بعد ما جهزت عندي زي ما انتم شايفين كده، تقيله ولونها حلو، غير ان طعمها وريحتها حلوه قوي. الرز كمان استوى ومفيش ولا حبايه فيه معجنه. طبعا تركة التشويحة مع المستكة والسمنة البلدي دي بتخلي طعمه خطير. شايفين حلو قد ايه؟ اخر حاجه معايا بحمر اللحمه، معلقتين سمنه بلدي، ولما تسيح السمنه وتسخن ابدا اضيف اللحمه واحمرها على الجنبين، واذا احتاجت رشه ملح او فلفل بضيفها. هبدا اجهز طبق الفته. وبالنسبه لمغرفه الخل والثوم اللي انا شلتها على جنب هضيفها على الشوربه اللي انا هحطها على العيش والرز. اول حاجه بحطها هي العيش، بعد كده بحط عليه الشوربه اللي انا ضايفه لها مغرفه الخل والثوم. في ناس طبعا بتحب تحط العيش يبقى هو اخر طبقه، بس طبعا أنا المتعارف عندنا ان اول طبقه بتبقى العيش وعليه الشوربه. بعد كده بضيف الرز. عايزه اقول لكم تركه المستكه مع تشويحه الرز دي بتخلي الرز خطير. تمام. بعد كده بحط رشه من الفلفل الاسود، وابدا احط ميكس الصلصه مع الخل والثوم. بجد طلع طعمها خطير جدا، يعني يا ريت تجربوها، بجد مش هتندموا.
لان الصلصه مع الخل والثوم ادت طعم جديد للفته، والخل والثوم اللي احنا متعودين عليه ما تاثرش خالص، بالعكس الطعم بقى لذيذ اكتر. ممكن تجربوها مع شويه صغيرين، او ممكن تحطوا بولة صغيره فيها الصلصه مع الخل والثوم وتجربوها على الفته، هتلاقوا طعمها حلو قوي والله. بعد كده بحط اللحمه محمره فوق الوش، وده الشكل النهائي للطبق. الفتة دي من الاكلات المبهجة اللي ما بيختلفش عليها اتنين، ما اعتقدش ان في حد ما بيحبهاش. دي الشوربة، بصوا ريحتها وهمية بجد، يعني الاكل حلو قوي، مش بقول كده والله عشان قناتي او انا اللي عاملاه، بس هو فعلا يعني التركات البسيطة اللي اتعملت فيه دي بتخلي النتيجة بتاعته هايلة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واللي عجبه ما ينساش يعمل لايك وشير، واللي اول مرة يشوفني انا شاري امام. دمتم بصحة وهنا، وكل سنة وحضراتكم بألف خير.